الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى. أما بعد أيها المؤمنون، هناك أسباب أخرى وهي كثيرة في الحقيقة، ولكن نذكر منها ما يلامس الواقع أننا نعاني منها، وبعضها قد ظننا أنها ليست بسبب ولكنها أسباب من أسباب ضعف هذه الأمة التي تبحث عن علاج من أهل التخصص، من أهل الحل والعقل ومن العلماء. ولا تستحقر نفسك، لا تحتقر نفسك، ولا تقل أنا ليس لي دور في الإصلاح. مهما أوتيت من العلم فيجب أن توظف جزءه أو كله فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، لأن الأغنياء زكاتهم إخراج المال، والعلماء زكاتهم نشر العلم. وإلا يجب أن ندرك المخاطر التي تقع على عاتق أبنائنا. فالغزو الفكري المتمثل في الشبهات وحرب المخدرات والجنس والخمور والدخان وغيرها من هذه الأشياء سبب في ضعفنا. التنعم بنعم الله عز وجل وعدم شكرها سبب في ضعفنا، ضعف مناهج التعليم وضعف طرق تدريسها وعدم التحضير والغزو الإعلامي مع غياب دور الأبوين. وإن حضر تجده يقوم مقام الأستاذ غير أنه ليس بمتخصص، وقد رأينا هذا. والجميع ربما يشتكي، وخاصة الأمهات. يأتي الولد من المدرسة يجد الأم تنتظره لكي تحل له تمارين 5 مواد ولا 6، في نفس الوقت الذي هذه التمارين هي بعدد الأساتذة. يعني أن الأستاذ متخصص لم يستطع أن يقنع الطفل بكيف يفهم هذه الدروس. كيف إذا أعطينا هذه الأمانة إلى الأم؟ هل تستطيع أن تقوم بهذا الدور؟ وهذا هو أحد أسباب عقوق الوالدين من حيث لا نشعر، لأن هذا الولد الذي تقبل عليه أمه وتبدأ تقريه وتنصح فيه، فإذا غضب يعني سوف يقول أوف، فإذا تأثر ألم تعلموا أن الله عز وجل قال ولا تقل لهما أوف؟ قال ولا تقل لهما أوف، بل يفعل أكثر من ذلك. سوف يغير المجلس ويتنكر لأمه وأبيه وينظر برؤية خيبة أمل في دراسته وفي حفظه وفي علاقته بأبويه وغير ذلك. السبب هو التراكم الدروس والغياب المنهج العلمي المطلوب. كذلك من الأسباب غياب الشريعة الإسلامية في جميع التخصصات. تجد الطبيب في هذا الوقت لا يعرف شيئا عن الحزب الأعلى، ولا يعرف شيئا عن فقه الطب من الناحية الشرعية. يبحث ليس اتهاما، فإن من عمم فقد ظلم، وإنما هذا ما يعلمه الغالبية فيما تعلمون أنتم كذلك. ونحن نذكر هذا من باب الحذر ومن باب التحذير ومن باب الإصلاح. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومن الأسباب القعود عن الجهاد، جهاد بالنفس، جهاد بالمال، جهاد بالصحة، كلها غائبة. حتى في دروسنا وفي خطبنا أصبحنا نخشى أن نتكلم عن كلمة جهاد، حتى فاستغل الغرب هذا فحذفها من منظوماتنا التعليمية، فأصبح الولد يكبر ولا يعرف كلمة جهاد. ماذا فعل الغرب؟ استبدلها بكلمة إرهابي، واستبدل المستشهد بكلمة مغتال ومصفى، واستبدل الربا بكلمة فوائد، وقس على ذلك مما أنتم أعلم بذلك مني. فهذا بسبب غياب الشريعة في جميع التخصصات، في الطب وحتى في كلية الحقوق. القاضي الآن يريد أن يفصل بين قضية بين شخصين لا يعرف الحكم الشرعي فيها، ولا يعرف الآيات، ولا يعرف الأحاديث، ويستنجد ببعض الرجال الصلح والأئمة وغير ذلك. إلى متى؟ أليس يحن الآن الوقت من أجل أن نقحم هذا النموذج الشرعي في جميع تخصصاتنا، في تجاراتنا؟ فتجد التاجر لا يعرف قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تحب تشري عليه نتايا يقول لك معليش نزيدك الخرج، هي مثلا نقول لك بيحب يشري البطاطا دير 10000، هو يحط لك حساب 2 كيلو، يقول لك معليش ما يخرج 20,000. على تلزمني وانا
والخرافات التي أصبحت هي المعتقد الأساسي في بناء حياتنا وفي بناء الإنسان ظنا منا أنها هي الحقيقة. ما هو السبب؟ لأن بمقدار ابتعادنا عن الشرع نقترب من البدع بنفس المسافة في قلوبنا وفي تصرفاتنا وفي أحوالنا وفي حالاتنا وفي مآلنا وفي أزمنتنا وفي أمكنتنا وفي أسرنا ومع طلابنا وفي تجارتنا وفي جميع المواطن التي نجد فيها الأعمال الجماعية. فيجب أن نحذر إخوة الإيمان، فهذه أهم بعض الأسباب التي جعلتنا متراجعين وجعلتنا ضعفاء وجعلت الغرب يستولي علينا فيأكلنا كما أكل بعضنا، فهذا بسبب سكوتنا. فالحد الأدنى من المؤمن أن يوظف الدعاء. سهام الليل عليك بها أخي المؤمن، لا تضيعها. سهام الليل فإنها مقبولة، أي الدعاء فيها مقبولة. سبحان الله، رب سبحانه وتعالى أعطاك فرصة إن لم تستطع أن تقوم. أحيانا تستيقظ غفلة بسبب صوت أو بكاء في البيت أو رنة هاتف أو اتصال أو رنة الباب أو غير ذلك أو إزعاج أو زلزال أو غيرها. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ولا تضيعها. ماذا يقول فيها؟ قال من تعار من الليل، من تعار يعني فاق من غير أن يقصد، من تعار من الليل. فقال سبحان الله، الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي غفر له. ما لم تستيقظ عن موعد ولكن الله عز وجل هو الذي وفقك، فلماذا تضيع هذا الدعاء؟ ثم قال فإن قام وتوضأ وصلى ركعتين غفر له من يعني غفرت له ذنوبه. سبحان الله، فلماذا تضيع هذا الوقت يا أيها الإنسان؟ فعليك أن تستغل هذه الساعة الذهبية التي يقول عنها بعض أهل العلم أنها مقسومة إلى 4 أوقات: ربع ساعة دعاء، وربع ساعة صلاة، وربع ساعة استغفار من أسحارهم يستغفرون، وربع ساعة تلاوة القرآن، قرآن الفجر، وأنتم أعلم بذلك بارك الله فيكم. فأسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا